هذا المترجم شو الحاج قدم للناس. إرادتكم المولوية السامية للارتقاء بالأقاليم الجنوبية والنهوض بالتنمية الشاملة لفائدة ساكنتها في إطار النموذج التنموي الجديد يمنح لهذه الأقاليم الصدارة في تفعيل الجهوية المتقدمة. Layun Sakia El Hamra Regional Council continues to make sustained efforts to bring the region to advanced levels of growth and prosperity. The project is around 8.5 billion dirhams. The Wad Sakia El Hamra Bridge is 600 meters long and cost 107,600,000 dirhams. The health sector is an area of 180,000 square meters. This huge health sector. اليوم كان ذا الوفد البرلماني اللي من عدة أحزاب جانا اليوم ديال الإيطالي، واللي شرحنا له الوضع ديال المدينة. نعتنا له المدينة كانت تقديمها كيفاش كانت تقديمها سابقا زمن الاستعمار الإسباني، وكيفاش عاد في حلتها الجديدة من زمن الاستقلال. وشرحنا له على المشاريع. سولونا واش هذا قديم هذا جديد لا من 2015. لا مع زمن الحسن الثاني الله يرحمه كان برنامج عناية دائما ديال الملك بالقضية بالقضية جهة العيون بالصحراء كلها، عناية خاصة. احنا عندنا عناية خاصة. وعلى سبيل المثال من هنية قلة الضرائب اللي ما نخلصوا ضرائب ما تخلص. ونعتنا قارنا لهم ما بين المدينة القديمة كانت والمدينة الجديدة عادت دابا، وانبهروا الحق لله. سولوا عن المشاريع كاملة وتكلمنا لهم على قضية الوحدة الترابية. بغينا الدعم ديالهم في قضية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية اللي أكثر الأغلبية ديال الدول اللي هي عندها وزنها في مجلس الأمن هي مؤيدة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ومشاو معنا في هذا الموضوع وقالوا صحيح الحل خصو يوفى بصفة نهائية، ومشاو فرحانين ومطمئنين على العمل اللي قدمنا له. Ettore Rosato, deputato della Repubblica Italiana. Siamo qui con una delegazione ampia di tutti i partiti politici a rappresentare la nostra amicizia con questo Paese, il grande sforzo che viene fatto in particolare in questa regione per creare sviluppo e condizioni di qualità della vita importanti. Abbiamo apprezzato in particolare nell'incontro con il Presidente del Consiglio Comunale lo sviluppo di questa città, uno sviluppo importante, uno sviluppo forte, uno sviluppo molto moderno che porterà benefici. Noi abbiamo anche l'obiettivo di rafforzare i nostri rapporti tra l'Italia e il Marocco e anche questo è un pezzo di questo percorso che stiamo facendo. قال لك عليه يديها البرلمان الايطالي باش يصرح لهم شكون اللي كيحكم. هاي